17,000 دولار و12 بنت بمواصفات خاصة. دي كانت لقطة كده من أسرار حفلة لامين يامال. الجدل مازال مستمر حوالين لامين يامال وحوالين اللي بيعمله، خصوصا إنه لسه في سن صغير جدا. العارضة الأسبانية كلوديا كالفو، ملكة جمال المراهقات في أسبانيا سنة 2021 وأوروبا سنة 2022، خرجت في برنامج على قناة تليكينكو وكشفت حاجة غريبة جدا عن عيد ميلاد لامين يامال نجم برشلونة. يامال كان بيحتفل بعيد ميلاده ال 18 يوم 12 يوليو 2025، والحفل كان سري جدا بعيد عن عيون الإعلام. لكن الدعوة اللي جات لكلوديا ما كانتش عادية. المنظمين طلبوا منها تحضر ومعاها 12 بنت كمان، لكن بشرط إن هم يكونوا بمواصفات جسدية معينة، لون شعر معين، حجم معين، وبالذات الشقروات. كلوديا قالت إنها استغربت جدا، خصوصا إن الطلب كان واضح إنه للمرافقة أو الصورة، وده اللي خلاها ترفض الحضور. وبالرغم من كده أكدت إن هم عرضوا على كل بنت 17,500 دولار مقابل التواجد ال 24 ساعة دول بس، وكمان بطاقة حصرية للمصاريف طول الحفل، يعني بضاعة ببلاش وصاحبها راجل مغفل. القواعد كانت صارمة جدا، ممنوع موبايلات، ممنوع تصوير، وكمان ممنوع مخدرات. لكن الجدل الأكبر حصل لما اتكشف إن الحفل كان فيه فقرات ترفيه استعان فيها بأشخاص من قصار القامة، علشان الموضوع يدخل في انتقادات حادة وينتهي بتحقيقات قانونية. عيد ميلاد بدأ كاحتفال سن الرشد وانتهى بفضيحة بتتشاف دلوقتي في عناوين الصحف. لو أول مرة تعرف الكلام ده، لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد.